أنا باحترمك وأنت مش راضي تحترمني، أنت ما بتحبنيش، ما بتحترمنيش، ما بتقدّرنيش، ما بتعزّنيش، أنا بالنسبة لك مش غالي، فباعمل إيه، باختفي. أنا باعاملك باحترام وأنت بتعاملني باحتقار، فغصبٍ عني أنا هامشي، لإن أنا ما اتربيتش ومش عارف أربّي نَفْسي إن أنا أبقى زيّكم. يعني أنا مش عايز أبقى وِحِش ومش عارف أبقى وِحِش ولا قادر أبقى وِحِش ولا عندي الاستطاعة ولا الإمكانية ولا القدرة إن أنا أبقى وِحِش زيّكم. فبالتالي اللي بيحصل إن أنا بابعد عنكم، وده اللي بيحصل لي في حياتي الشخصية. أنا إيه اللي يخلّيني أتعامل مع ناس بتكره بعض، بتحقد على بعض، بتغِل من بعض، بتحسد بعض، بتكره بعض، بتكره بعض، بتكره بعض، فكراهية غير محدودة، كراهية غير محدودة. فأنا ليه أتعامل مع ناس وأتعامل مع مجتمع مادي حقير مريض، بيتعامل مع المحترمين بطريقة مش حلوة، بيتعامل مع المحترمين بطريقة مش كويسة، بيتعامل مع المحترمين بكل قلة أدب، فباضطر إن أنا أبعد عنه وأختار إن أنا أكون لوحدي، أختار الوحدة، أختار إن أنا أكون وحيد عشان ما حدش يضرني، عشان ما حدش يأذيني، عشان ما حدش يعاملني وِحِش. أو الحل التالت واللي هنتكلم عنه بعدين بإذن الله تعالى لو ربنا كتب لنا طولة العمر، وهو إن الواحد يتعامل بشكل ميري ورسمي ومادي، وإن الواحد ما يتعشمش في حد، ما يرتبطش بحد، ما يتعلقش بحد، ما يحترمش حد، ما يحبش حد، ما يقدّرش حد. وده اللي أنا باعمله في حياتي الشخصية وفي حياتي العملية. المشاعر مش موجودة، العواطف مش موجودة، الأحاسيس مش موجودة، التقدير مش موجود، الاحترام مش موجود، المحبة مش موجودة. باتعامل مع كل الناس بشكل ميري ورسمي ومادي، ده لو أنا مضطر للتعامل معاهم. أمّا لو أنا مش مضطر للتعامل معاهم أو ما فيش أي حاجة تدعوني إلى التعامل معاهم، باخد جنب تمامًا وبابعد تمامًا عن أي حد بيأذيني أو بيضرني، أي حد بيكدّرني، أي حد بيزعّلني، أي حد بيضايقني، سواء في حياتي الشخصية أو في حياتي العملية. وهي دي الحياة وهو ده الواقع. لازم تبعد عن الناس السلبية والناس السامة والناس السالبة والناس السيئة والناس السقيمة والناس السخيفة. ابعد عن كل الناس دول عشان تقدر إنك تعيش عيشة صحية، تعيش عيشة طبيعية، تعيش عيشة صحية طبيعية سوية حلوة جميلة لطيفة، بعيدا عن الناس المدعين للتدين، المدعين للوطنية، المدعين للأخلاق، المدعين للقيم، المدعين للمبادئ، المدعين لأي شيء لأي حاجة في أي حد. لأن الناس دول كتير قوي. الدين المعاملة والعمل والعلم. لو انت عندك علم وما عندكش معاملة يبقى انت ما عندكش دين. لو انت عندك عمل وما عندكش معاملة ولا عندك علم يبقى انت ما عندكش دين. لو انت ما عندكش اي حاجة من التلاتة يبقى انت ما عندكش دين. فالدين اهم حاجة في الدين المعاملة. فلما تلاقي واحد مربي شنبه، قصدي مربي دقنه، او بيحلق شنبه وبيربي دقنه ومقصر بنطلونه ولابس جلابيه وعمال يقول قال الله وقال الرسول، وتلاقي واحده منقبه او محجبه وتقعد تقول لك قال الله وقال الرسول، وهي ما تعرفش اي حاجه عن الدين غير ان هي لابسه نقاب او لابسه حجاب، وهو ما يعرفش اي حاجه عن الدين غير ان هو مقصر بنطلونه ولابس جلابيه ومطول دقنه وبيحلق شنبه. بس هي دي علاقته بالدين، بس كده وبس كده. هو ده علاقته بالدين وهي دي علاقتها بالدين. اما بقى الدين المعامله مش موجود. ودلوقتي الناس داخله سكه حرفيا بكل معنى الكلمه. الناس كانت بتضحك عليها زمان، دلوقتي بقت حقيقه وبقت امر واقع. الدين بالنسبه لهم بقى مظاهر وشعارات وحركات. الدين بالنسبه لهم بقى مظاهر وشعارات وحركات وشكليات وماديات وحاجات كتير غريبه مريبه عجيبه، فاهم؟ فالدين مش كده خالص. الدين المعامله.